لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. برنامج منتج مصري، فكر جديد للاقتصاد القومي الزراعي. معظم الناس اهلها ما سابتلهاش ارض، فكل واحد بيتمنى ان يبقى له ارض او يسيب لابنه ارض وتبقى مصدر دخل ومنجم خير ليه ولاولاده، وممكن كمان تبقى صدقه جاريه الى ما شاء الله لحد يوم القيامه. احنا جايين نتفرج على الارض الجديده، جاي نتفرج على الارض النهارده ان شاء الله عشان نتعاقد عليها ان شاء الله. احنا رايحين النهارده عشان نشوف الارض، وجاي النهارده عشان نشوف ان شاء الله الارض الجديده، جاي عشان نشوف الامر على الواقع الحقيقي. جاي النهارده ان شاء الله عشان نشوف الارض اللي موجوده في وادي الرياض في الفيوم. عرفت الشركه عن برنامج منتج مصري، وجاي ان شاء الله النهارده اتفرج على الارض. جاي النهارده ان شاء الله علشان اشوف الارض على الواقع. انا جاي ان شاء الله النهارده علشان نشوف الارض، وجاي النهارده اشتري طبعا ان شاء الله ارض. نشوف الارض عشان ربنا يسهل باذن الله ان يتعاقدوا. عرفت الشركه عن طريق واحد صاحبي، وجاي النهارده ان شاء الله اتفرج على الارض مستقبلا لي والاولاد ان شاء الله. قلبي يحن الى مدينه طه، فمتى نزور المصطفى ونراها روحي هفت شوقا إلى رؤياها، روحي هفت شوقا إلى رؤياها، وأرى فؤادي لا يروم سواها، لولاهما نلنا السعادة والمنى، لولاهما كانت ولا عرفت منا، لولاهما نلنا السعادة والمنى. استثمر في بلدك، في ارضك، شويه ميه وارض يبقوا حوض سمك يجيب لك اطنان من الاسماك والاف من الجنيهات في فتره شهور. الحوض طبعا مساحته زي ما قلنا 500 متر مربع، باجمالي العمق بتاعه 800 متر مكعب. المساحه الاجماليه نقدر نحط فيها زريعه لحد نص طن زريعه القراميط، وممكن بعد الدوره الثانيه بعد ما نعمل القراميط نحط بولتي، بيكون القراميط جهزه الحوض للزريعه الثانيه. مصاريفها قليله والعائد بتاعها مربح ومجزي، عائد منه كبير. ده مزرعه النعام، مزرعه البشوات، بدايه بسيطه 3 ممكن يصبحوا الاف وملايين. طائر استواء بمعنى ايه؟ ان هو بيعيش في الاماكن الاستوائيه، مناعته وده بيديله بعض الامتيازات اللي بيخليه مناعته عاليه وبيعيش وبيتاقلم في كل البيئات وتحت اي ظروف. عندنا النعامه بدل عدت عمر شهرين بيبقى جهاز التنظيم الحراري بتاعها اكتمل، بتقدر تعيش بعد كده في اي بيئه. شفنا النعام عايش على الثلج، شفنا النعام عايش على الجبال في الحر، في كل البيئات بتأقلم. بقيت بفضل الله انه يعني باذن الله موضوع مربح باذن الله، من المشاريع الناجحه باذن الله. اول مره تربي نعام؟ لا اول مره. نصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر، الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. زي ما حضراتكم شايفين كاتب اسم ابني، لأن ابني هو إن شاء الله هو اللي هيقوم بالإيه من بعد، يعني بعد عمر طويل إن شاء الله. أنا استلمت أرضي اليوم، واللي أنا كنت متخيله لقيت أفضل منه. احنا تعاقدنا مع الشيخ إيهاب على حته الارض دي والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشرف محمود، استلمت ارضي في المرحله الاولى. احنا الحمد لله استلمنا الارض بتاعتنا وبنيت البيت موجود هنا اهوت على المساحه، وربنا كرمنا الحمد لله، والاولاد كمان ان شاء الله جايين ونقيم هنا. اللهم صل على حضره النبي. هذا المكان لما قالوا مكان مبارك ان شاء الله. تعاقد على فدان كده لابويا، عشان ابويا طلع على المعاش كبير ومش مستحمل القعده في البيت، فقلنا نجيب له يعني مكان كده اهوت ايه يعني يشم فيه هوا نقي ما شاء الله وجميل وحاجه طيبه جدا والله. والواحد استبشر خير لان القائمين على المشروع يعني ناس افاضل نحسبهم على خير،
والله حسيبوهم يعني. والله ما شاء الله الارض جميله وربنا يبارك في كل اللي خد منها الارض ديت. يعني المره الاولانيه لما جيت فيها كانت صحراء، دلوقتي ما شاء الله خضار وبقت جميل. هو المكان ممتاز جدا وجميل جدا، وممكن ربنا يكرمك لو الواحد يهتم شويه بيه هيطلع منه احسن ناتج. ممتاز. واستلمنا الارض بتاعتنا الحمد لله، والارض خير والحمد لله، كل شيء تمام هنا. احنا باذن الله الحمد لله استلمنا الارض النهارده، والحمد لله اصبح ديتي امتلك قطعه ارض في بلدي ملك وبيت، ويعني طبعا يبقى مستقبل ليا ولولادي. ده البيت بتاعنا ان شاء الله، اول بيت. وده الدكتوره ايناس، بيت الدكتوره ايناس، وده بيت الدكتوره حنان، ودي اداره الجمعيه. دي الجمعيه اللي هتدير الارض ان شاء الله. دي ارض العياط، المشروع الاخير بتاعنا اللي فيه الشجره اللي ممكن تساوي من 2000 ل 3000 دولار. لما تيجوا يوم الجمعه هتعرفوا ايه هي الشجره دي، وان شاء الله تعرفوا خططنا فيها. مشروعات الثروه الحيوانيه، وهنبدا فيها بمشروع سهم الاغنام. فاضل شهور على العيد الاضحى، بتلاقي ان عندك اضحيه ما شاء الله سعرها اكتر كتير من انت هتكلفه، يا اما لو بعتها هتكسب فيها وفلوسك ترجع لك ويبقى عندك لحمه العيد من الفرق المكسب ده لو بسهم واحد، ما بالك لو عدد من الاسهم. له من الاسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. أنا من جزر القمر، أنا جئت هنا عشان الأزهر، فالمورينجا ده احنا من جزر القمر نطبخ ونأكله، فجئت هنا وشفت المنتج المصري هم بيستعملوه في العلاج مرض السكر ومرض الكبد. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، إلى ضياء الموكب، إلى رحاب اليثرب، إلى ضياء الموكب،
إلى رحاب اليثرب. انتج لأهلك ولولادك، كل ده خير بيخش لولادك ولبلدك. ولا زال الجمع مستمر، وهذا احنا يعني لسه في الثلث الأول من النهار، وطبعا ديت أول قطفة يعني بسم الله ما شاء الله، يعني محصول واعد. أرض سعرها يزيد وتجيب لك دخل كبير، وفي نفس الوقت مستقبل ليك ولعيالك، وفي يوم من الأيام المتر فيها هيساوي كتير. نفر بالروح من الضلال وغير وجه الحق لا نبالي. نفر بالروح من الضلال وغير وجه الحق لا نبالي. فهونوا بالله كل غالي من جيرة وصحبة وآل. إلى رحاب اليثرب إلى ضياء الموكب. إلى رحاب اليثرب إلى ضياء الموكب. إلى الزكي الطيب إلى النبي إلى النبي هيا بنا إلى النبي هيا بنا إلى النبي سعيا بنا إلى النبي الهادي. دعوة لكل مصري عايز يحقق مصدر دخل ليه والأولاده حلال ومشروع ناجح، أو يبقى له أرض تكون في يوم من الأيام لأولاده وأولاد أولاده. المهم لو عايز تنجح في ده اتحرك وتعالى يوم الجمعة واقعد معانا وشوف وعيش الواقع، وساعتها هتبتدي انت تفكر وتطور والمشروع يكبر، وبعد كده ابنك يفكر لحد ما نبقى احسن ناس في الدنيا ونبقى ناجحين في كل المجالات. ازاي اتحرك وكل خطوة ليا وكل نظرة وكل كلمة اقولها او اسمعها تكون مفيدة ليا ولأولادي، وفي الاخر اخرج من المشروع وانا ناجح فيه وعامل مستقبل لأولادي، وكمان يبقى لي صدقة جارية الى يوم القيامة. اذا نجحت في ده اكيد انا انسان عملت حاجة في فترة حياتي. باسمك الجمع اتحد وعدك الحق وهذا يومنا والجد جد. سنرى الفجر القريب من دجى الليل العصيب. سنرى الفجر القريب من دجى الليل العصيب. وبأيدينا سنرمي ويد الله تصيب. هذه الأمة قوة من صفاء وأخوة، وإن تحدى عدو راح في أظلم هو. هذه الأمة قوة من صفاء وأخوة، وإن تحدى عدو راح في أظلم هو. كلنا يبغي جهادا بيقين وإرادة، نحن نمضي للسعادة انتصارا أو شهادة. كلنا يبني جهادا بيقين وإرادة، نحن نمضي للسعادة انتصارا أو شهادة. انتصارا أو شهادة انتصارا أو شهادة. هذه الأمة قوة من صفاء. ان شاء الله تشوفوا 3 تجارب على الطبيعه، سواء مزارع النعام، مزارع البشوات، او مزارع الاسماك اللي هي ازاي في خلال شهور يبقى عندك الاف من الجنيهات واطنان من الاسماك. سهم الاغنام، ازاي لو معاك سهم واحد يبقى عندك يوفر لك لحوم في بيتك او اضحيه بسعر اقل بكتير من التكلفه بتاعتها، او يحقق لك ارباح ممكن تبيعها وراس مالك يرجع لك، وكمان يتوفر لك لحمه العيد. كمان عندنا مشروعات تانية هتعرفها لما تيجي يوم الجمعه، لان عندنا ناس في الفكر قيادات وناس عايزه الخير للناس، يا رب يوفقهم، غير اعضاء مجلس الاداره ان شاء الله اللي كل واحد فيهم انسان مجتهد ان شاء الله، وايد على ايد ان شاء الله هنتقدم، وربنا الموفق سبحانه وتعالى. لله الاسماء الحسنى فادعوه بها